من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الله أكبر. أنا عايز أقول للشامتين والكارهين والحاقدين والغلوية، يعني اللي بيغلوا على الناس، ربنا يهديكم ويهدي كل واحد كاره قلبه في كره وحقد وغل. مرة واثنين وثلاثة ناس بتقول لي انت مع مرتضى او ضد مرتضى، ومنهم واحد لعيب كورة يعني طالع عشان تعاقد مع شركة جديدة فعايز يعمل فيديوهات تهز، فبيجيب سيرتي فبيقول خالد الغندور انا مش فاهمك، انت مين؟ انت مع مرتضى ولا ضد مرتضى؟ والله انا اللي مش فاهمك، انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ مرة تقول انا زملكاوي، ومرة تقول انا اهلاوي، ومرة تشتم في الاهلي، ومرة تشيد بالاهلي، ومرة تمجد في الزمالك، ومرة تقلل من الزمالك. انا اللي مش فاهمك. حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك. احنا هنا الناس لازم تعرف ان احنا في قناة النادي بتاعنا لابد ان احنا نكون مساندين لمجالس الادارة اللي موجودة. لما كان كابتن حسين لبيب موجود كنا مساندين، وما رجع المستشار مرتضى منصور كنا مساندين، واي حد هيجي هنسانده، لان احنا الهم الاول بتاعنا والاخير همنا هو يعني النادي يكون في مكانة طيبة، والنادي اداريا يكون واقف على رجليه رغم كل المطبات اللي بيمر بيها نادي الزمالك من متفقين ومختلفين، كارهين، محبين، اعداء، منافسين، حاجات كتيرة. لكن في النهاية كلنا بنحب هذا النادي، وده دوري ككابتن تاريخي نادي الزمالك. انا عمري ما اكون محسوب على حد، ولا مع حد، ولا ضد حد، ولا بكره حد، ولا بحب حد زيادة عن اللزوم. اللي بحبه فقط هو اللي هيوقف النادي على رجليه ويرجعه لمكانته بعد سنة صعبة جدا مرت عليا وعلى جمهور الزمالك وعلى اي حد بيحب النادي. بصورة صعبة جدا مرت علينا السنة اللي فاتت بدون اي بطولات، وربنا يكون في عون كل واحد بيحقد ويغل ويشتم ويلعن ويقلل. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. عزيز الرؤوس اللي بيتكلموا بيطلعوا يدافعوا عن شخص، مش بيدافعوا عن نادي الزمالك. انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله طبعا زي ما انت شفت تصريح كابتن خالد الغندور. كابتن خالد انت بتهزر صح؟ والله بجد بتهزر يعني. يعني عمرك ما كان ولاءك لكابتن لمرتضى ولا لاولاده ولا الاستاذ ممدوح عباس ولا الاستاذ حسين؟ ما انت حضرتك كنت موجود في الفتره اللي فاتت على فكره، وكان عاجبك الكلام، وكنت بتتكلم الاسد وهو الوحيد اللي بيدافع، وكنت بتدافع عنه. وعايز اقول لك حاجه والله بجد، انت كابتني وبحترمك جدا. انت لو ما كانش ولاءك ليه في الفتره اللي فاتت، او ان انت مش في الكفه بتاعته، كابتن خالد انت ما كنتش تبقى موجود في قناه الزمالك اصلا، انت ما كنتش هتظهر. وانا يمكن قلتها قبل كده، والله كنت هتبقى يعني متشفر، يعني كنت مش هتبقى موجود. فكلام ان انت بتقول بقى بصراحه يعني انا اسف، يعني بطل كده. يا دين النبي الحلاوه دي. ده كدب، يعني انت ممكن تكذب يعني حاجه كده مثلا الناس مش شايفاها، ولا جمهور نادي الزمالك شايفه، ولا حتى جمهور الكره المصريه. لا، كان باين ولائك لمرتضى، بالدليل ان انت كنت بتخاف منه. وحتى الموقف اللي حصل في السعوديه في البطوله العربيه، انت اول ما قلت، ما انا قلتها قبل كده، كابتن خالد الغندور دايما في قناه الزمالك شخص، وفي القناه اي قناه سواء في القنوات اللي موجوده المعروفه في مصر تلاقيه شخص تاني، تلاقيه يتكلم باسترياحيه، وبيتكلم بثقه، وبيتكلم في اوقات كتيره جدا بيتكلم على الحق باللي هو بيشوفه بعينه. اما على قناه الزمالك اول ما حصل وانت ما تهاجمنيش امتك قام طالع مديها لك.
وبكل الحب بشكركم، سعدت بلقائكم، وتحياتي لكم اخوكم جمعه شو، وتمنياتي لحضراتكم بالنجاح والمستقبل الجميل، وارجو من حضراتكم تتابعوني عشان خاطري انا، عشان خاطري يا ناس، عشان خاطري تابعوني على قناتي جمعه سطلانه، عشان انا بحبكم في الله، وقفوا معايا وان شاء الله مش هتندموا، مش هتندموا، والسلام عليكم.